بصوا الدرجه بتاعته يا جماعه. الهودي والسويتشيرت بتاعت شي ان اللي بتتباع ب 100 جنيه ورخيصه جدا عن اسعار شي ان. لو عايزين تعرفوا ايه هو المكان تابعوا الفيديو للاخر. ازيكم يا احلى عيله في الدنيا، عيله عبير جمال. الفيديو بتاع النهارده هيبقى فيه مشترياتي للجامعه وللدراسه. طبعا هو مش حاجات تخص الدراسه، هي مشترياتي عموما. اشتريت حاجات ليها علاقه بالهدوم والميك اب وكده، فتعالوا يلا بينا بقى ما نرغيش كتير ونبدا في المشتريات. المشتريات كلها اسعارها تحفه ولقطه يا جماعه، وهقول لكم على مكان كل حاجه. يلا بينا بقى نبدا باول حاجه اشتريتها، وهي يا جماعه عارفين السويتشيرتات بتاعت شي ان حرفيا سعره 100 جنيه، كواليتي عاليه احلى من بتاعت شي ان بصراحه. بجد حلو قوي. كان في منه اشكال كتيره جدا، ولو حابين ان انا اوريكم كل الاشكال بتاعته هوريها لكم وهعمل لكم فلوج في المكان. بس هو والله يا جماعه مش اعلان، هو اصلا مكان في روكسي يعني ومش معروف حاليا. بصوا يا جماعه شايفين شكل الهودي؟ شكله تحفه جدا، الستايل بتاعه خطير، وفي نفس الوقت كمان هو وان سايز فهينفع مع كل الناس. كان في منه كل الالوان وفي ستايلات منه حلوه قوي قوي قوي، وكمان الابيض بتاعه مش شفاف يعني خطير جدا. والماتيريال بتاعته يا جماعه تقيله. بصوا متبطن ازاي، شايفين؟ متبطن من جوه ومن بره، فبجد حبيته قوي. والسايز بتاعه حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. الكلام اللي عليه بقى انا اخترت لون اخضر عشان انا دايما بجيب الوان كده مختلفه، فالنهارده قلت ان انا بقى اجيب اللون التحفه ده، وسعره 100 جنيه يا جماعه، وهو كان في روكسي. الحاجه التانية بقى اللي جبتها، وانا كنت بقول انا عارفه ان انا برجع في كلامي وانا عيله، كنت بقول مش هشتري شنط، بس للاسف اتشديت قوي يا جماعه. شايفين الشنطه دي؟ شنطه ووتر بروف كده، بجد الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. كان سعرها 180 جنيه. اللي عجبني فيها انها متقسمه، من هنا سوسته ومن هنا كمان سوسته، وبالنسبه لي عمليه جدا للجامعه. وفيها كمان من قدام جيب، فيها كمان الظهر بتاعها اللي هو ينفع تلبسيها بالظهر، وينفع كمان تشيليها كده، فاهمين؟ يعني ممكن البسها كده عادي وممكن البسها بالظهر، بتطول بقى وتقصر. فبجد عجبتني جدا. سعرها 180 جنيه، وبالنسبه لي عمليه جدا للجامعه. انا عندي شنط قماش وعندي شنط جلد، فقلت اما اجيب بقى ايه اللي هي الووتر بروف دي، حسيتها برده عمليه جدا مع الجامعه. وفيها كمان جيب من الجنب لو عايزه بقى احط ازازه ميه ولا حاجه، او برفيوم او الروج، اي حاجه عموما حابه ان انا هحطها. تعالى اوريكم جبت ايه بعد كده. روج كيكو يا جماعه اللي قلب الدنيا، جبت لكم البديل بتاعه. طبعا اشتريت درجه واحده بس، وقلت اجربها معاكم واقول لكم ريفيو كامل عنها، ولو عجبتني يعني انا هقول لكم السعر في الاخر، مش هقول لكم السعر دلوقتي عشان هتتصدموا بجد. البديل بتاع كيكو بجد البديل الرخيص، لسه ما اعرفش هو حلو ولا وحش، ولسه ما اعرفش يستاهل ولا ما يستاهلش. انا جربت الدرجه بتاعته على ايدي هنا بس راحت عشان خاطر غسلت ايدي كتير. هو من هنا ليب جلوس، ومن هنا اللي هو درجه 201، ومن هنا الدرجه بتاعه الروج، ومن هنا الليب جلوس. يلا بينا بقى نجربه مع بعض عشان انا متحمسه جدا ان انا اجربه معاكم. بصوا دلوقتي انا وقفت قدام المرايه عشان اجربه. اتمنى الاضاءه تكون واضحه، انا شفايفي مش عليها اي درجه روج خالص. يلا بينا نجربه. اهم حاجه ان انت لازم تكوني مرطبه شفايفك. انا حاليا شفايفي متشققه شويه عشان خاطر بقالي فتره ما بعمل لهاش سكراب، بس ما علينا. يلا بينا نجرب. بصوا الدرجه بتاعته ايه ده، انا بتصدم ناو جماعه. انتوا شايفين انا شايفاه؟ طب بصوا انا مش هحكم عليه، انا هستنى بالظبط 5 دقايق لغايه ما ينشف واشوف بيطبع ولا لا، عشان اديكم الريفيو الكامل بعد ما ينشف. يا جماعه رجعت لكم حرفيا بعد مرور 10 دقايق من الروج. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو نشف على شفايفي خالص، مش بيطبع. طبعا دي قديمه اهو، شايفين الحته دي مش بيطبع خالص. بس بقى تعالوا اقول لكم على العيوب اللي فيه، عشان العيوب بتاعته انا كعبير يعني هي بتبقى اراء، بس انا كعبير مش هتنازل عنها ابدا. ريحته سيئه جدا، ريحته كانه بجد مبيد حشرات.
انا خلوني صريحه معاكم، ريحته مبيد حشرات. ريحته يعني انتوا مش متخيلين الريحه دي لو دخلت بقي اصلا، يعني هي كفايه ان هي جنب مناخيري، لو دخلت بقي انا ممكن ارجع فيها. تاني حاجه انا لسه ما جربتش الليب جلوس، فيلا بينا نشوف. هو طبعا هو مط، الدرجه بتاعته عجبتني جدا، حلوه مع بشرتي بما اني درجتي حمضيه. تعالوا بقى نشوف ريحه ده. ملوش ريحه قوي يعني، ده تحسوه اللي هو كده عادي. حاسه ان هو مش بيعمل، استنى بصوا، حسيته احلى بكتير بالليب جلوس. من غير الليب جلوس درجته ما كانتش باينه كده، عامل جليتر اكتر. البيجمنت بتاعه الليب جلوس حلوه قوي، تحسوها كده تقيله، مش اللي هي سايبه بقى وهتروح. برضو هقعد بيه حوالي نص ساعه واقول لكم البيجمنت بتاعته فضلت ثابته قد ايه. واحنا دلوقتي بنصور مع بعض، ف يعني خلال التصوير هنشوف مع بعض هيفضل ثابت ولا لا. تعالوا بقى نتكلم على سعره، وهو سعره 85 جنيه. انا مش عارفه ليه حاسه ان هو اتنصب عليا. انا شفت بلوجرز كتير جدا قالوا ان سعره 30 و35. الكلام ده كان من مده، فانا اعرف ان الحاجه لما بيعدي عليها وقت بترخص مش بتغلى، بس اعتقد عشان هو خد ترند وناس كتير قوي اتكلمت عنه وقد ايه بقى هو شبه كيكو مش عارفه ايه وكده، فعشان كده اتشهر. الدرجه بتاعته زي ما قلت لكم 201. انا كعبير شايفه ان هو ما يستاهلش 80 جنيه، يستاهل 30 40 جنيه بالكتير قوي. الريحه بتاعته مش حلوه خالص، يعني انا كعبير حتى لو درجاته حلوه مش هشتري بقيه الدرجات، لان الريحه بتاعته فعلا مش راضيه تروح من شفايفي، وانا شمها حاليا، فالموضوع مش لذيذ خالص ريحه. فوانتي بتشتريه كده في الخباثه شمي ريحته، استحملتي ريحته تمام ماشي هاتيه، ما استحملتيش ريحته فما تجيبيهوش. حاجه بقى اللي اشتريتها بعد كده وهو التحفه ده، طبعا ده بيرفيوم مش اوريجينال، ده بتاع كوكو او كوكا مش عارفه اسمه ايه بالظبط. بصراحه عجبني فيه ريحته انها بسيطه قوي. انا مش بحب الحاجات الشجري، ومش بحب الحاجات اللي هي برضو بتبقى ريحتها ياسمين وفل وكده، فلقيت ان الريحه دي مناسبه معايا قوي. يعني هي حاجه في المتوسط، الريحه بتاعتها مش قويه قوي، وفي نفس الوقت الريحه بتاعتها حسيتها يعني حلوه. طبعا بما انها مش اوريجينال فهي مش هتبقى ثابته قوي، وانا برضو على مدار الفتره اللي جايه هقول لكم تجربتي معاها، بجانب ان انا اشتريت الازازه الصغنونه دي عشان تبقى معايا في شنطه الجامعه على طول، بما اني بكره عندي جامعه ولسه هصور لكم فلوج اول يوم جامعه، والموضوع بجد بالنسبه لي يا جماعه متعب قوي، بس في نفس الوقت دي حاجه بالنسبه لي بتشجعني جدا ان انا اروح الجامعه، ان انا بصور لكم يعني بشتغل وفي نفس الوقت بعمل حاجه بتفرحكم، وفي نفس الوقت بقدر ان انا اساعدكم في حاجات. المهم بمناسبه البرفيوم ده انا جبته ب 40 جنيه بس، وطبعا ده قبل ما الاسعار تغلى. عايزه اقول لكم ان انا لقيت زيه في محل تاني ب 90. بقول له ليه؟ بيقول لي اصل الاسعار غليت. اسعار ايه اللي غليت يا جماعه؟ بجد البياعين بقوا يستغلوا فكره ان الاسعار غليت، بيبقى عندهم بضاعه قديمه وبيبقى معاهم اي حاجه يقول لك اللي ب 20 بقى ب 100 عشان الاسعار غليت. بجد بيأفوروا قوي في السعر، فخلوا بالكم في الحاجات اللي بتشتروها. حسسوا البياعين يا جماعه ان انتوا مش هتشتروا وهم هيدوكم الحاجه بسعر اقل بجد، نظرا لان كل الناس فعلا بقت تستغل فكره ان الاسعار غليت وبقوا يبيعوا حاجات باسعار مهوله. يعني ايه اصلا روج ب 85 جنيه وهو مش اوريجينال؟ يعني حاسه ان السعر عالي قوي. اتمنى ان حاجه تتغير يعني في موضوع الاسعار ده. المهم البرفيوم ده بالنسبه لي ب 40 وحلو قوي، وهحطه في شنطه الجامعه من ضمن التجهيزات بتاعت شنطه الجامعه. حاجه بقى اللي عندي بعد كده بقى لها فتره مش لسه شارياها، بس ما عملتلكوش عنها ريفيو كويس، فقلت النهارده اما اتكلم معاكم فيها كده بشكل سريع، وهو كريم بي بانثين. الكريم ده يا جماعه سعره 90 ودلوقتي تقريبا بقى ب 120. الكريم ده انا كنت بجيبه دايما وكنت بحس ان انا بستخدمه غلط، ومؤخرا عرفت طريقه الاستخدام الصح. ما ينفعش تستخدميه قبل الميك اب، ما ينفعش تستخدميه الصبح وانتي نازله. لو هتستخدميه هتعتبريه من روتينك المسائي، يعني بمعنى اصح بتحطيه من ضمن السيرمز بتوعك وبترطبي بشرتك بيه وبتنامي تصحي الصبح تشوفي نتيجه. ولكن ده لو انتي قاعده في البيت، لو هتخرجي ما انصحكيش انك تجربيه. اوقات كنت بلاقي حبوب بتطلع لي في بشرتي، كنت بحس ان بشرتي يعني بتتدمر كده، وده بيبقى بسبب حاجات غلط كتير قوي بعملها. فمع الوقت بدات اعرف التكنيك اللي بستخدم بيه المرطب،
مرطب. لو هتستخدمي مرطب زي ده او بانسينول او الحاجات دي استخدميها مع ميكس من سيرمز ورطبي بيه بشرتك قبل النوم، او اعملي في روتينك الصباحي قبل ما تحطي ميك اب مثلا ساعتين على الاقل، بحيث ان بشرتك تتشربه وتبقى بشرتك صحيه اكتر. بس كده هو دول السيرامين اللي انا بستخدمهم. ده بتاع الهيالورونيك اسيد كان سعره 240 تقريبا، ده لو مغليش. وده بتاع دكتور راشيل اللي هو فيتامين سي، وده كان سعره 140 جنيه، وبرده كنت جايباهم من فتره. بجد الثلاث حاجات دول مؤخرا بقيت احس ان هم ساعدوني ما استخدمش على بشرتي حاجه غير كونسيلر بس. وكده كده الهالات مش بتعالج، فانا كعبير متقبله نفسي بهالاتي، لكن كبشرتي الحبوب بدات تتمنع شويه، التصبغات اللي حوالين بقي ما بقتش محتاجه ان انا اداريها لان الدرجه بتاعتها بقت كويسه. بس كده يا حلوين، دي كانت مشترياتي ودي كانت حاجات حبيت اوريها لكم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجه حبيتوها، ودرجه الروج دي عجبتكم ولا لا عليا. طبعا دي الكاميرا الطبيعيه، اتمنى انتوا تبقوا شايفين الدرجه دي درجتها الطبيعيه خالص. ولو انتوا يعني في مكاني هتشتروا درجه الروج دي ولا لا، وفي نفس الوقت تقولوا لي انتوا شايفين السعر اللي هو 85 جنيه مناسب عليه ولا غالي ولا رخيص ولا ايه دنيتكم بالظبط. واكتبوا لي كمان رايكم في الماتيريال بتاعه السويت شيرت اللي وريته لكم في اول الفيديو. بصراحه يا جماعه كان فيه اشكال حلوه قوي، بس انا ما كنتش عامله حسابي، انا كنت بتمشى عادي جدا مع صاحبتي ولقيت كام هودي كده عجبني قوي، فقلت اشتري واحد اجربه واروح بيه الجامعه اول يوم، وبعد كده اشوف لو عجبني. سالت الراجل انت مكانك ثابت ولا لا، بتغيره ولا لا؟ قال لي مكانه ثابت، وقال لي ان هو موجود كل يوم من الساعه 2 الظهر، فدي حاجه حلوه قوي. هروح له بقى تاني وتالت ورابع لو عجبني الهودي لما لبسته. وبس كده كان فيديو النهارده يا حلوين، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، تعملوا شير لاصحابكم، وتكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم، وتعملوا لي فولو على الانستجرام. واشوفكم باذن الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.